مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: تسهيلات إسبانيا للمهاجرين المغاربة قريبا، هل هي لعبة سياسية أم بداية حياة جديدة؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. وزارة الهجرة في إسبانيا تعمل على مشروع قانون جديد من شأنه تسهيل عملية الحصول على تصاريح الإقامة والعمل لآلاف المهاجرين بما فيهم المغاربة، وذلك في حال اعتماده من قبل مجلس الوزراء في منتصف نوفمبر. ووفقا لمصادر مطلعة يستهدف القانون تقليص فترات الانتظار للتصاريح وتعزيز إدماج الأجانب في سوق العمل الإسباني. يعد الطلاب والعمال والأسر بالإضافة إلى طالبي اللجوء المرفوض طلباتهم سابقا أبرز المستفيدين من هذه التعديلات. كما يتضمن القانون بنودا جديدة من أهمها السماح للمهاجرين غير النظاميين بالتقدم بطلبات الإقامة والعمل بعد عامين فقط من وصولهم بدلا من 3 سنوات كما هو الحال حاليا. كما يهدف إلى تسهيل الانتقال من الإقامة الدراسية إلى تصاريح العمل. وفي تصريحات سابقة أكد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن التعديلات المرتقبة تعكس رؤية لسياسة هجرة منفتحة تساهم في ازدهار البلاد، مشددا على أن إسبانيا يجب أن تكون دولة منفتحة ومستقبلة لا دولة منغلقة.